بصوا بقى كده يا حبايبي، انا قدمت الصدوق، حطيته في عملته كده في السيرفيس دوت، وحطيت البطاطس فكره البطاطس اللي انا قلت لكم عليها، حطيتها حمرتها. بصوا الشكل جميل جدا ازاي، طبق جميل وشهي جدا ويفتح النفس. زي ما احنا اتفقنا ان احنا كل حاجه بسيطه، اي حاجه بسيطه يا جماعه في البيت احنا لازم نوضبها لينا ولولادنا زي ما متفقين، بحيث ان احنا نحس ان احنا بناكل في مطعم بقى، واكلنا يبقى جميل كده ويبقى مختلف. وبصوا بقى التفه دي شويه جبنه كده عليهم، فهتبقى في منتهى الجمال، حلو قوي، وتبقى طبق شكله جميل، وينفع برضو في رمضان، ينفع في رجب. انا يعني انا النهارده صايمه، ربنا يتقبل مني ومنكم ان شاء الله. فكل ده فطاري النهارده، فانا قلت اوريه لكم كده برضو على السريع. انا هكتفي يا جماعه برضو قولوا معايا بالبطاطس بدل العيش والرز مع الصدوق كده، وجبه خفيفه، وجبه سريعه، وشويه شوربه وخلاص على كده يبقى وجبتنا جميله ومتكامله. بصوا جبنه جميله برضو وشكل جميل جدا. وتابعوا الفيديو يا حبايبي، ولايك وشير عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي، واشوفكم دايما على خير في وصفه جديده. اللهم بلغنا رمضان يا رب. اشوفكم دايما على خير يا حبايبي. باي باي، مع السلامه. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رجب يا جماعه. النهارده تالت يوم من رجب، كل سنه وانتم طيبين. يا رب كده بلغنا رمضان يا رب وشعبان بصحة وسعادة يا رب. بصوا يا جماعة، النهاردة هعمل نص كيلو صدوق. هخش على المقادير على طول. وجبتي النهاردة هعمل نص كيلو من الصدوق يا حبايبي، وهعمل وعندي فلفل ألوان وفلفل سبايسي، ومعي 3-4 طماطمات كده، و3 بصلات برضو مقطعهم جنوان كده. والتوابل بتاعتنا ملح وملح وكركم وبابريكا ونص معلقه ملح وفلفل، لان انتوا عارفين الصدوق هو مليان توابل، يعني مش محتاج يتحط له توابل اكتر من كده. هنعملها بوجبه بطريقه لذيذه برضو، وجبه جميله، وجبه سريعه، وجبه ما بتاخدش وقت مننا، وحاجه جميله جدا برضو احنا بنعملها في بيتنا. ويلا نطبقها مع بعض وثانيه واحده. بصوا يا حبايبي، انا بنزل بالبصل برضو الاول. اي تطبيق في اي اكل احنا بنحط الاول حاجه البصل بس، عايزه ريحته تطلع، وبعد كده هننزل تدريجيا بالصدوق، وبعد كده بالطماطم، وبعد كده بالفلفل الالوان. ماشي يا حبايبي. وانا هقدمها بقى النهارده. سلقت كيلو من البطاطس يا جماعه، وكيلو البطاطس دوت انا هحمرها، وهنقدمها مع بعض. وخليكم ثانيه واحده كده وخليكم معايا. بصوا يا جماعه، انا سايبه البصل برضو يحمر، وعندي كيلو بطاطس اللي قلت لكم عليها وبحمره. وانا حطيت ميه كده، انا بحب انزل ميه الصدوق كده بس ياخد غلوه، ينزل الدهون اللي فيها، بحيث ان احنا ميبقاش عندنا دهون، لان برضه ساعات بيبقى فيه دهون، فانا عايزه اتخلص منه في الدهون. هاخده غلوه بسيطه كده وهقفل عليه. وهنشيله برضه نحطه فين؟ هنحطه في البصل بقى والتتبيله بتاعتنا الجميله دي. عايزه بس ياخد غلوه بس كده، بحيث ان احنا زي ما نكون احنا يعني بنغسله بس غلوه بسيطه كده، وبعد كده ايه بنطلعه على طول. ثانيه واحده. بصوا يا حبايبي، انا اهو غالي يا دوبك بس غلوه واحده بس الصدوق كده بالميه زي ما نكون بنغسله، وخلاص كده انا هطفي عليه. وهنشيله بقى، هنحطه فين؟ هنحطه حطيت الطماطم انا مع البصل، هيبقى في منتهى الجمال هنا بقى. بصوا يا جماعه، وجبه بتبقى جميله جدا. و يعني انا بحب الصدوق كده، بحس ان هو لو في اي حاجه دهون زياده ولا حاجه، بس انا جايباه من جزار كويس. اهم حاجه برضو توصوا ان هو يبقى صدوق مخصوص، بحيث ان ما يبقاش فيه دهون يا حبايبي. ودي شكله بقى بيبقى جميل جدا، وبنعمله بقى هعمله لكم بطريقه جميله وبطريقه جديده، زي ما احنا متفقين ان احنا بنجدد لنفسنا يا جماعه. وكل حاجه جميله في بيتنا، وكل حاجه اللي احنا نعملها لاولادنا برضو بحب كده، واي حد برضو عايز يخش يعمله وجبه سريعه ما بتاخدش وقت. بصوا بقى الالوان، الطماطم مع البصل، وهنزل بقى مع الفلفل بس هشوحه شويه كده، وهنزل عليه بالفلفل الالوان، وهيبقى في منتهى الجمال. خليكم معايا. بصوا يا جماعه، خلاص كده الباقي بتاعنا دخل في السوا خلاص، في منتهى الجمال. هنحط بقى ايه الفلفل السبايسي والفلفل الحراق.
الوان برضو بتبقى حلوه قوي وكده مغذيه، والطريقه دي جميله. وبصوا الصدوق بقى لما انا نزلت منه الدهون، برضو هو ما نزلش بصراحه دهون كتير، بس انا برضو قلت ايه يعني نشوف الصدوق دوت كويس ولا وحش. بس كده بصراحه كويس، انا اول مره اتعامل مع الجزار ده فحلو قوي. وفكره ان انا بحمر البطاطس بقى سلقتها، ولما اسلق البطاطس يا جماعه بحط معلقه خل ومعلقه ملح، وبعد كده لما احنا بنسويها ما بتشربش زيت خالص. انا بدي بس شكل وتقديم جديد، وعشان نفتح نفسنا، عشان احنا نفسنا مسدوده، فعايزين نفتح نفسنا زي ما احنا قلنا. برضو الطبق ايه مهم جدا ان احنا نقدمه كده بطريقه جميله وطريقه جديده. وخليكم معايا في ثانيه واحده.